السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهارده طاقة برج الحوت بتاريخ 2 أغسطس. يلا بينا كده يا برج الحوت، نشوف الطاقة الأسبوع بتاعكم إيه. يا رب كل الخير والخيرات ليكم، أحلى حيتان وأجمل حيتان في الدنيا. يلا بينا نشوف. إيه ده؟ ده إيه السرعة اللي جاية لكم دي؟ كارت طار ما شاء الله. تعالوا نشوف. ده انتوا، لا ده انتوا اللي طاقتكم سريعة. في حاجة عايزين تعرفها؟ خلاصي عايزين نعرف الطاقة إيه. يلا يا حيتان. الطاقة السابقة بتاعتك هنا بتقول لي خطوات بطيئة، تغيير، أمور بتحاول تعدلها. لا 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 لا، الحوت النهاردة سرعان ما عايز يعمل تغيرات حصرية في حياته. أمور كنت مليت من إنها ما بتتعدلش، انتظارك خلاك خلاص جبت آخرك. شايفة هنا أمورك المادية عندك في الأولويات الأولى، بتتمنى تعديل في العاطفة بس ده جزئية تانية. لكن انت اكتر حماسك للوضع المادي، وبقيت شايف نفسك ان انت في حتة مش مرتاح فيها وقابل ان انت يعني انا عايزة اغير للامر ده، مش هينفع استمر فيه، ده كده كتير، انا ما استاهلش التقدير ده، انا استاهل تقدير اكتر من كده. الحوت هنا بيقول لي وقتي لشغلي، لحياتي الخاصة، ما عدتش هشغل بالي بحد. شايفة هنا ان انت بتقول ما عادش وقت للامر ده، بس هو برضك موجود في بالي، بس لو ما جاش زي ما انا متمني مش عايزه. دي الطاقه السابقه بتاعتك يا حيتان. يا حيتان يلا بينا نشوف الطاقه بتاعتكم الحاليه فيها ايه. حد بيقدم لك مشاعر، بدايه جديده. دوا بالكم ان القمر، شفتوا انا لسه بقول القمر وفعلا كارت المون نزل لك. القمر عامل شغل عالي جدا مع الحوت. ايه بقى؟ كسوف القمر اللي موجود معاك الفترة دي مخلي طاقتك مش ثابتة، أمورك فيها عصبية وطاقة غريبة الشكل، مخليك لا انت عارف تركز على هنا ولا عارف تركز على هنا. أمورك قدامك مش واضحة، تفاصيلك ما انتش عارف تقعد، مش عارف تنام، مش عارف، متغير، تفاصيلك فيها غموض رهيبة، وانت حاسس نفسك ان انت انا مش مبسوط، انا مش مرتاح، انا عايز حاجه تيجي تغير الامر ده. وحاسه ان انت قاعد منتظر لتغيير امور معينه، في حاجه انت قاعد هنا في بالك محتاج فيها تعديل سريع. مليت من الانتظار. انت هنا بتقول انا مليت يا جوجو من الانتظار، خلاص بقى عايز اخرج من طاقه الغموض اللي انا فيها دي. اولا انت النهارده على اخر اليوم اللي هو بتاريخ 2 اغسطس، انت على اخر اليوم ده انت عندك تغير خلاص. انت مرحله الغموض بتخلص من عندك، لان القمر هيطلع من عندك يخش في برج الحمل. فانا شايفه ان انت خلاص بتخلص من المرحله دي. المرحله اللي جايه وان شاء الله كمان باكتر ايجابيه 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 بامر رب العالمين من تاريخ يوم 7، هتلاحظ تيسير امور اللي انا بتكلم عنه هنا ده. انا شايفه ان مسارك او طريقه تفكيرك او ايجابياتك في الوقت الحالي فيها غموض، بتتمنى بدايات جديده بس انت مش متحمس بسبب اللي شفته قبل كده. لكن هل في بدايات؟ ايوه في فرحه هنا معاك، في مقابله، في صلح، في رجوع علاقات، في حد هيرجع يقول لك هنا لا انا محتاجك. انت خدت قرار وهو خد قرار، بس هنا هيرجع في توازن مره تانية وفي علاقه بترجع. انت ما فقدتش الامل، بس انت بسبب اللي انت شفته الفتره اللي فاتت انت محلك سر مش عارف تعمل حاجه. لكن في حد هنا بيقدم لك حب، في هنا حد عايز بدايه جديده، حد ما تخلاش عنك بس مختفي. طيب تعال نشوف ايه القادم معاك يا حوت. يلا بينا. الله، شفتوا الاشاره الحلوه دي؟ افراح وبدايات جديده، بدايات ماديه، حد بيبعت لك رساله اعتذار، حد بيقدم، لا 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 لا، هو الحاجات الحلوه اللي الحب بيحبها اهو. حد بيراقب عايز يقول لك انا موجود، انا ندمت، انا زعلان، انا حزين. حد عايز يقول لك هنا انا عايز افرح معاك مره تانية، وجودك بيفرحني يا حوت. انت تقريبا حاطط حدود، هو مش مستغني وعايز عداله في العلاقه. ايه ده بقى الجمال ده؟ شايفه ان انت عندك صراعات مخلياك او طافيه فرحتك، بس انا شايفه هنا يا حوت ركز معايا، قراءتك النهارده حلوه جدا. وانا بقول لك انت عندك مرحله انتقالات اصلا الفتره اللي جايه. في الشمس هنا بتقول لك جنب التو اوف كابس، بتقول لك بدايه جديده بين شخصين عايزين بعض. ايه تاني؟ تحاول تسيطر على
المشاكل اللي موجودة بس انت مش مبسوط. ايه بقى القصة بتاعت الحوت النهاردة دي؟ شايفة كمان ان الحوت بيحاول يبقى متوازن. ازاي؟ انا بحاول ان انا اتغاضى شوية عن العصبية اللي معايا. انت يعني ممكن تقريبا من نص سبعة الاخير انت ما بين اجواء عصبية، حزن، عياط، حاسس بفقدان امل، حاسس ان في اخبار سيئة بتجيلك، مش حاسس ان الامور جيدة، مش حاسس ان الامور المادية كمان فيها الدنيا ماشية معاك، انت حاسس بتقل شوية. في ناس كتير حاسة بتعطيل، ممكن يكون حد عامل لها تعطيل. انتوا في ناس كتير هنا حاسة بالامر ده. انتوا حاسين ان في حد عامل لكم، ممكن تكونوا حاسين انتوا محسودين، او حاسين بطاقة تعطيل تمت في حياتكم، او حاسين ان في حاجة بتيجي تبعد التوازن عن حياتكم، بتبعد الفرحة. هتقولوا لي احنا حاسين بده، هقول لكم ايوه ايوه، دي طاقتكم اللي موجودة قدامي. هل بقى الامور دي بتختفي؟ ايوه. شايفة ان في زوال لامور تقيلة معاك يا حوت. عايزه اقول كمان للحوت، ربنا مش ناسيك، وربنا هيعوضك، وربنا هياخد بايدك. اللي ظلمك مش هيكسب، ومش هياخد اكتر من اللي ربنا كاتبه. اللي ظلمك مش قوي، اللي ظلمك مش ماسك الكون، اللي ظلمك اخره اللي هو عمله، اللي ربنا سمح له بيه ان هو يعمله. اكتر من كده لو ربنا اراد انه ما يعملش حاجه تاني مش هيعمل. مستحيل هيأذيك ولا هيجي يمسك تاني. طاقتك النهارده بتقول لي ما تزعلش، ما تنكسرش. عدل ربنا لازما هيقام في الاخر، عدل الله لازما هيقام في الاخر. كان خصمك قوي، كان خصمك معاه حيل، معاه ناس واقفاله، معاه ناس بتساعده، معاه ناس بتقوم من ان هو يسيء ليك المعامله، او يضغط عليك، او يخليك ان انت تبقى في اسوأ حالاتك، وبيظهر لك قوته. انا بقول لك ان انتهاء المشاكل دي قريبا جدا، وانت هتكون مسيطر بايه؟ في حاجه هتجيلك تخليك تثبت لك ان ربنا موجود. في حاجه جايه لك باشاره ان الكون باداره الله، بس مش باداره البشر. حتى لو هما انت شفتهم يحاولوا ان هما يعملوا اللي هما عايزينه. عايزه اقول لك يا حوت، فترتهم خلصت، فترتك جايه. ابشر. مش هضيع قراءتك بتخليني اقول اتكلم في الحاجات دي. عايزه اقول لك كمان ان الشخص اللي هنا مع الحوت راجع لك. وعايزه اقول كمان للحوت، معاك بدايه جديده للبعض وليس للكل. من البدايات اللي موجوده مع الحوت هنا ان انت الحظ محالفك على جميع الاصعده. معاك 4 اصعده فيهم بدايات جديده. عايزه اقول للحوت، في انظار بتبص لك، في ناس عايزه تتعرف عليك، في ناس حابه تخش حياتك، في ناس نفسها ان انت تفتح معاهم مجال للكلام، او ان انت تفتح معاهم بس ان هم يتعرفوا على حياتك، او يخشوا القوقعه بتاعتك كده. لان انا شايفاك حاطط حدود قويه هنا. في ناس حابه التعرف عليك، في ناس حابه، لان انا شايفه شخصين هنا بيحملوا مشاعر للحوت. شخص الحوت عارفه، شخص الحوت مش عارفه، لكن انت اكتر تركيزك على الشخص اللي موجود معاك، او الشخص اللي كان معاك الفتره اللي فاتت. شايفه في بدايات جديده مع الحوت، بتعارف جديد للناس اللي لسه سنجل مش معاها علاقات. وشايفه في علاقات بتتصاعد هنا بجواز او بخطوبه الفتره القادمه مع الحوت. وشايفه في صلح للمنفصلين. في بدايات جديده، خدوا بالكم على الابراج كلها. الزهر هيدلعكم، الزهر هيدلع كل الابراج. استقرار الزهره الفتره اللي جايه هيخلي فيه انتعاشه كده، زي اللي كانت الدنيا مظلمه وهتنور للابراج كلها على فكره. بس الحوت بالاكتر، لان الحوت الفتره اللي فاتت، مش الفتره اللي فاتت، احنا هنقول الشهور اللي فاتت، احنا هنقول السنين اللي فاتت. يعني انت مش ما شفتش حاجه بسهوله، مفيش حاجه جات لك كده بسهوله. انت تعبت وانطحنت وعييت واتهزمت وانخذلت واتعمل فيك كل حاجه. الحوت كان يعني حقل تجارب لكل الاحداث دي. فانا شايفه ان انت عندك هنا دعوه بتستجاب، وفرحه هتتم، سعاده هتجيلك، عداله بخصوص اوراق حكوميه او قضيه ان شاء الله كسبها يا حوت. شايفه كمان وضع مادي فيه تحسن، وهتكون على ارض صلبه الفتره اللي جايه. واللي كان بيتمنى لك الوقوع بيحلم.
اللي كان بيتمنى لك الرجوع، اللي هو يشوفك واقع، انه يشوفك بتتهزم، قول له انت بتحلم. لان انا شايفه اكتر برج عانى حوت، ويليه الحمل والجد، برج كتير عانت، والقوس كمان شاف اجواء وحشه جدا. عايزه اقول النهارده للحوت، بداياتك الجديده جايالك، السعاده هتكون على بابك، سيطرتك للمواقف وسيطرتك ان انت ما تبانش ان انت مهزوم الفتره اللي فاتت. لو الاشخاص ما خدوش بالهم، رب العالمين مش ناسيك، رب العالمين موجود وحس بيك وانت بتشكي، وحس بيك وانت بتبكي، وحس بيك وانت بتستجير بيه من اللي بيحصل، فمش هيضيع كل اللي فات ده، وهيجي لك عداله ربانيه تظبط لك كل الموازين اللي كان فيها خلل الفتره اللي فاتت. حوت، ابشر، افتح قلبك، خطواتك اللي كان فيها تقلب دي فيها تحسن الفتره القادمه بامر رب العالمين. بداياتك هتكون، اقول لك كده كلمه وانت هتفهمني، اكتب لي في التعليق، هتقف على رجليك تاني، وهتخض اللي عايز يوقعك بان انت لسه واقف على رجليك تاني، لان هو مش بيتمنى لك الا انه يشوفك واقع. طيب تعالوا نشوف الشخص اللي في بال الحوت، او الشخص اللي موجود في قراءتك النهارده عايز يقول ايه. يلا بينا كده نفتح له رسايل نشوف ايه بالظبط بيحصل. عايزه اضيف حاجه صغيره للحوت قبل ما نفتح رساله الشخص ده. شوف يا حوت، الفتره اللي فاتت مش سهله، وعايزه اقول لك انت تعرضت لامر يخص حسد او تعطيل او سحر، وانت عارفين الكلام ده، انتوا كل 3/4 الناس اللي موجوده من برج الحوت فاهمه الكلام ده. اكتبوا لي في التعليقات لو الطاقه دي بتاعتكم بجد، لان الطاقه النهارده بتقول لي انتوا شاكين ان الامور دي مش طبيعيه. تغيير طاقتك العاطفيه، وتغيير طاقتك الماديه، عزلتك عن الناس، الامك، تعبك الصحي، تغيير امورك المفاجئ اللي كان بيحصل، زعلك وقوقعتك وقعدك في البيت ان انت دايما مش عايز تخرج، دايما حاسس ان انت حابب ان انت تتعزل، مش عايز حد يعرف عنك حاجه، ولا حابب ان حد يتكلم معاك. انت حاسس ان في امور مش بتاعتك، دي مش ده انت، ده مش الحوت. لان الحوت طاقه بهجه، طاقه ايجابيات، طاقه حب، طاقه حاجات كتير حلوه. انت انطفيت يا حوت من الاخر كده. داخل على ايه انت بقى؟ انت الفتره اللي جايه هتغير شكلك، هتغير اسلوبك، هتغير تفاصيلك. الطاقه اللي هتكون معاك دي هتخليك تنجبر ان انت تكون شخص جديد خالص الفتره اللي جايه، فهتلفت الانظار ومعاك بدايات جديده يا حوت. يلا بينا نشوف طاقه الابراج اللي موجوده مع الحوت النهارده. معانا حوت زيك يا حوت، ومعانا سرطان وعقرب، وابراج المياه كلها متوفره. معانا برج العذراء، ومعانا الحمل، معانا الاسد، معايا كمان الجوزاء والقوس، ومعايا الجد، ومعايا الثور. ابراج كلها متوفره معاك امانه. فيلا بينا نشوف الشخص ده عايز يعترف لك بايه، او ايه الرسائل اللي هو عايز يبعتها لك، حتى لو مشفره هنفكها. يلا بينا. حاسس ان كل حاجه بتحوطني وكأن مفيش مفر، بقول لك انا حاسس ان انت حواليا وكأن مفيش مفر منك. في طاقه راحه جايه ما بين اتنين هنا، مش عارف اخرجك من دماغي، بقول لك انا مش عارفه اطلعك من دماغي. يا جامد يا حوت. اتاكد ان الانسان بيعرف قيمه الحاجه لما بتضيع منه. حد هنا عرف قيمتك لما انت مشيت. انا عاوزك سعيد حتى لو هكون مش معاك في حياتك، بقول لك انا بتمنى لك السعاده. مش حاسس بالرضا الكافي عنك لحد دلوقتي. يعني هو بيقول لك انا حاسس ان في حاجه انا بطلبها منك انت تعملها بس انت ما بتعملهاش. حاسس بكارما. كارما، حاسس دلوقتي بعواقب افعالي اتجاه. انا بقول لك انا حاسس بكارما، وحاسس ان انا سبب اللي بيحصل ده كله. انا استخدت ايه اكتر من مره، قلت شخص انا اتخذلت اكتر من مره ومن اكتر من شخص. يعني هنا الشخص ده بيقول لك انا تقريبا كنت في علاقات سابقه قبل كده، وكلها كانت فيك، وكلهم كانوا بيمثلوا، فعشان كده لما لو شفت حبك حسيت ان الموضوع انا مش مصدقه. حد هنا سابق له علاقات كتير، مخزول وشايف منها كل حاجه، فلما شاف حبك ما صدقوش، حس ان انت بتمثل.
انا مكسور من غيرك. عرفتوا التغيرات اللي بتتم دي منه ليه؟ انا سخيف جدا ومحتاجك وبحبك جدا، ومع ذلك بخفي ده. انا بعشقك ولكني بخبي. ده حد هنا عايز يقول لك كلام كتير بس ساكت. يعني في انت عارف يا حوت، الطاقه اللي انا بتكلم فيها النهارده دي 99% منكم انتوا فاهمين الكلام ده. يعني انتوا ممكن اكتر برج انا بحس ان انا من ورا الكاميرا بتكلم معاه، لان بحس ان انتوا طاقتكم بتبقوا واصله لي قوي. يعني انتوا بحس ان انا كاني معاكم في لايف مش معاكم في فيديو، فاهميني؟ فالطاقه دي موجوده كده. حاسس ان علاقتنا بتزيد قوه وحاسس بيك حتى من بعيد. انا شغال على نفسي علشان اكون الشخص اللي بتتمناه او الشخص اللي انت عايزه. انت وحشني جدا بغض النظر عن الامور الواقعيه. يعني الشخص ده بيقول لك انت وحشني جدا حتى لو اللي احنا دلوقتي ما بنتكلمش بعض. حد هنا بيبعت لك رسائل صريحه ان هو عايز يكون معاك الفتره اللي جايه. وانا قلت لك الطوق افكار سنه جنب الشمس، يعني معنى ذلك بدايه جديده قويه جدا معاك الفتره اللي جايه. فابشر يا حوت. تعال نشوف طاقه العلاقه دي فيها ايه. يلا بينا نشوف ايه الاسرار الخفيه كده في علاقتك. يلا بينا، بسم الله. الله. يقول لك ايه؟ علاقه فيها توازن ودعم متبادل بس مخفي. في اتنين هنا بيحبوا بعض بس تقريبا ما هماش مع بعض، ما بيتكلموش بعض. ايه الحكايه؟ لكن العلاقه دي فيها تبادل الفتره اللي جايه من الكلام او رسائل او مقابلات. في حاجه بتتم في علاقتك يا حوت. يلا بينا نعرف كده طاقه العين الثالثه بتقول ايه. السعاده التي صنعتها لغيرك يوما ما ستعود اليك قريبا. الله، بجد في حاجه هنا بتقول لك مساندتك لحد، وقفتك جنب حد. الحاجه الحلوه اللي انت عملتها لحد بتترد لك يا حوت. يعني اي حاجه انت عملتها حلوه مع حد مش هتروح، راجعالك جايالك. يقول لك قريبا ستذهب لمقابله شخص ما سيلعب معك دور في حياتك. يعني بقول لك انت قريب قوي هتقابل حد، او انت في مقابله ما بينك وما بين الشخص اللي انت بتتمنى انه يكون موجود. او لو الناس اللي هي ما قابلتش لسه الشخص اللي بتتمنى، عندك الفتره اللي جايه مقابله مع شخص هيغير سيستم حياتك يا حوت. يلا بينا نشوف الملايكه كمان عايزه تضيف لنا ايه النهارده. الحيتان دول ولا ايه؟ يلا بينا نشوف الملايكه عايزه تقول ايه. لقد كنت مرتبكا بشأن موقف في حياتك. يعني بقول لك انت كنت تعبان بسبب حاجه في حياتك وفجأة اصبح كل شيء واضحا. والله لسه قايله لهم كده وحياة ربنا. سواء تم الاكتشاف الحقيقه من قبل او الاكتشاف عنها من قبل او اكتشاف نفسك، فمن الرائع ان تكون مستيقظا وواعيا. لا تتردد في طلب بعض الوقت بمفردك اذ كان هو الوقت المحتاج. يعني بقول لك انت الفتره اللي فاتت المواقف اللي كانت ربكاك فيها وضوح وفيها بدايات جديده، وعندك انتهاء لتغيرات ما كانتش عاجباك ببدايات جديده الفتره اللي جايه يا حوت. الملائكه بتبشرك بده. يلا بينا نشوف رساله المال للحوت بتقول ايه. ابشر يا حوت بقى. يلا بينا، بسم الله. قروض طويله الامد، منح وهبات ماديه، حظ سعيد. والله لسه قايله لهم، والله لسه قايله معاك حظ حلو قوي الفتره اللي جايه يا حوت. ابشر. يلا بينا نشوف كروت التوقيتات عايزه تقول لنا ايه. حط حاجه في عقلك يلا يا حوت، نسحب عليها كارت توقيت بامر رب العالمين. امتى ومن باب البشارات، بسم الله. شهر فبراير. ايه بقى حاجه معاك في شهر فبراير؟ ده هو اصلا تاريخ ميلادك، يعني هو فبراير ده اصلا في عيد ميلادك. يا ترى ايه اللي جاي في شهر ميلادك يا حوت؟ هتتجوز ولا هتشتري البيت اللي انت عايزه ولا هتلاقي استقرارك ولا هتعمل ايه؟ يلا بينا نشوف طاقة الملايكة عايزة تقول ايه كمان. بسم الله. خصوص علاقتك العاطفية، بيقول لك الفترة اللي جاية معاك احلى قصة حب رومانسية للعمر. ابشر يا حوت، اللي انت عايزه تقريبا جاي لك في الطريق. كنتم في قناة جوجو تاروت، نورتوني.